اخبار كرة القدم. ما تنسوش بس تعملوا لي لايك وشير، لان ده هيفيدني جدا الايام الجايه، لان انا الدنيا واقعه معايا. التقرير الطبي لمنتخب مصر بيثبت ان محمد عبد المنعم مش هيلحق بطوله افريقيا. عشان كده حسام حسن استبعده من القايمه، والقايمه نزلت لسه من شويه، وهقولها لكم كلها اللي حصل فيها ومين اللي استبعده حسام حسن ان شاء الله في فيديو لوحده. كمان محمد الشناوي خلاص الاهلي اعلن ان هو اصابته خلاص ما بقتش موجوده، وهيرجع هيلحق المعسكر منتخب مصر ان شاء الله، اللي هيبتدي يوم 3 ديسمبر الجاي، اللي هو ان شاء الله بعد بكره. كمان حمزه عبد الكريم لاعب الاهلي الناشئ، اللي هو كان بيلعب في بطوله الناشئين اللي كانت اللي موجوده اللي فاتت دي، ان هو خلاص ان برشلونه عاوزاه، وان الفريق بيفكر ياخده في يناير عشان يلعب في الرديف بعد كده. لو طلع مستواه كويس اعداد ليه يعني ان هو يلعب مع الفريق الاول ان شاء الله الموسم القادم. طبعا لان المهاجم بتاعهم ليفاندوفسكي كبر في السن، فاعتقد هيمشي، فهم عاوزين مهاجمين تانيين، عشان كده بيفكروا في حمزة عبد الكريم لو مستواه حلو جه في بطولة الناشئين، فان شاء الله يوفقوا ويروح برشلونة. وكمان في أندية أوروبية تانية مهتمة بحمزة عبد الكريم، لأنه لاعب مبشر جدا، جسمه ولعبه مهاري، فهو الناس كلها عاوزاه في اوروبا، فان شاء الله ربنا يوفقه ويحترف ويبقى من احسن لعيبه مصر ان شاء الله. كمان فريق الجيش الملكي بيعتذر لجمهور النادي الاهلي والإدارة بسبب اللي حصل مع لعيبة النادي الأهلي في ماتش الجيش الملكي، وبسبب اللي حصل من الجمهور طبعا والحاجات اللي اتحدفت وازاز المية كده. واعتقد ان هيتعاقب جامد الفريق الجيش الملكي، لان الكاف اعترض على اللي بيحصل، وهيشوف النتيجة هيحصل فيها ايه. قفشه لم يقدم الرحيل من النادي الاهلي في يناير زي ما كانت الاقوال بتقال في السوشيال ميديا، وهو بيحقق يعني لغاية دلوقتي ما فيش حاجة ان قفشه هيمشي في يناير او في الصيف الجاي. فهنشوف هل قفشه هيمشي ولا هيفضل، بسبب ان هو ما بيلعبش مع النادي الاهلي حاليا خالص. كمان الاشاعة اثبتت ان اشرف بن شرقي عنده اصابة في العضلة الخلفية، وكده مش هيلحق مباراة كاس العرب، وإن كانت العودة للقاهرة ممكن يعني يرجع أو لأ حسب الإصابة. هنشوف هيقدر يكمل مع المغرب في كاس العرب ولا هيرجع لمصر، هنشوف الأيام الجاية. ودي كلها كانت أخبار النادي الأهلي النهاردة، وفي فيديو لوحده أقول لكم أخبار بقية المنتخب مصر العرب والزمالك وكده.